وتاني بقولها، احنا مش بنتكلم ان تدور ماشي بكره. السلام عليكم جميعا، ونتكلم النهارده على الهوم وورك او الواجب اللي احنا كنا متفقين عليه، يعني بديل تدور وان تم تغييره في هذا اللحظه وهذا الان. طبعا انا عارف في ناس حبايب تدور هيقول لك الكلام ده وبلاش تهريج والكلام ده، وطبعا سواء حبايب او غير حبايب هو مجرد يعني تفكير ان كان. يعني كنا بندردش في لايف قبل كده وبنتكلم يعني مين البديل اللي ممكن يكون متاح في الوقت الحالي من المدربين المتاحين اللي ممكن يكون بديل لتدور في حال تم اقالته في اسرع وقت. طبعا الموضوع حاليا مستبعد، ولكن اي شيء غير مستبعد في هذه الحياه مع جون الكان. يعني حتى اللي متابع الفراري فريدريك فازور لسه مجدد العقد، وفي كلام ان احتمال ان هو يتم اقالته ويتم تعيين كريستيان هوردر. دي حاجه كده فورمولا 1 على جنب، ولكن دول الملاك اللي عندنا في اليوفنتوس، فلا نستبعد ان ممكن يكون في تغيير لتدور قبل الاوان باوان. الله اعلم. انا شايف ان لسه الامور هيصبروا عليه شويه، لان حتى الان النتائج غير كارثيه بالمعنى الاداري، ولكن بالنسبه لنا احنا كجماهير شايفين الامور كارثيه بشكل قوي. فبالتالي كان عندنا زي نوع من انواع الواجب او الهوم وورك او الدفوار او باي لغه انت عايز تقولها يعني قولها، ولكن كنا متفقين ان احنا هنتكلم على مين المدربين، كل واحد يدور يشوف مين المتاح ومين الانسب. انا عملت برضه الواجب اللي عليا وجبت بعض الاسماء اللي انا شايفها مقبوله، طبعا اسماء لا حصر لها. وفي يعني بعض الناس زي يعني جلازنر ده احد المتابعين الكرام في اللايف قالوا احنا لسه هنتكلم ان شاء الله، احنا هيكون لنا لايف باذن الله قبل عوده الدوري ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، فممكن على الخميس الجمعه يكون لنا لايف ندردش بقى على توابع. طبعا قولوا لي لو في التعليقات اي اسم تاني غير اللي انا هقوله، ولكن دي يعني اللي انا الاسامي اللي كانت قريبه. يعني هنتكلم حاجه هم يمكن 10 اسامي سريعا، هنتكلم على كل واحد فيهم سريعا نبذه سريعه، ونتكلم نشوف ايه اللي ممكن يعني يكون فعلا بديل لتدور ان تمت اقالته في الوقت الحالي. اول اسم هو حتى الان على ذمه اليوفنتوس، وحتى الان عقده ماشي ومحدش يضحك، ولكن هو اسم تياجو موتا. بعض الجماهير لما سمعت في الاخبار ان موناكو عايزينه، ريال سوسيداد يقترب منه، وهو حتى الان مش عايز يدي كلمه ومش عايز يرتبط باي نادي. ففي بعض الجماهير حتى الايطاليه اللي هو بقى ارجع يا مستر وبتاع، ما كل حد ليه درويش، ولكن تياجو موتا حتى الان هو له عقد مع اليوفنتوس. ولكن انا شايف ان هو خيار مستبعد جدا، لان الاداره هتكون بتتحرك تهريج كبير، وخاصه واضح ان كان الاعتراض عليه اعتراض شخصي مش اعتراض فني. ففكره ان هم يرجعوه دلوقتي انا شايف ان ده خيار بعيد الى حد كبير. يعني هندي دلوقتي علامات كده بالاحمر في الاخر، ولكن هو اسم موجود حتى الان على البيرول بتاعك او على الرواتب بتاعتك، فهو اسم موجود ومتاح، مدرب متاح حتى الان وانت اساسا متعاقد معاه. ولكن انا شايف ان هو الموضوع مستبعد جدا. الاسم الثاني اللي الاخبار حاليا بتتكلم عنه بسبب الحوار الحديث اللي طلع اتكلم فيه، وهو زين الدين زيدان. طبعا حلم الجماهير كثيره، واعتقد اغلب الجماهير سواء محبين أليجري ولا كونتي ولا تياجو موتا ولا تودور ولا الجن الازرق، اعتقد كلهم متفقين ممكن يجمع الفصائل كلها على زيدان، لانه اسم كبير، اعتقد كاريزما كبيره، ماضي كبير لليوفنتوس، مدرب فايز، وهنتكلم على العوامل بشكل كبير. ولكن زيدان ممكن يكون من الاسامي، ولكن برضه هو تم يعني ابعاد نفسه عن اليوفنتوس بشكل او باخر، لانه هو اتكلم قال ان حلمه حاليا هو تدريب المنتخب الفرنسي، وده اللي موجود حتى في الاخبار ان في الغالب ديشان ممكن يسيب المنتخب الفرنسي ويمسكه زيدان. فزيدان برضه مستبعد، ولكن هو اسم مطروح، نيفر سي نيفر. عندنا اسم اخر تم طرحه قبل كده في الصحافه، وهو اسم انترستنج جدا هنتكلم عليه، انا هقول رايي في الاخر، ولكن اسم تشافي. تشافي بعد برشلونه حاليا هو فري برضو ايجنت او بلا عقد، طبعا سن صغير، مدرب برضو فايز الى حد كبير مع نادي كبير اسمه برشلونه. اي نعم النتائج لم تكن دائما في صالحه، ولكن فريقه كان بيلعب كره جيده. انا شايف ان هانز فليك اللي هو بنيه حاليا مبني على اساسات كان حاططها تشافي، فيعني برضو اسم مطروح هنتكلم عنه. نخش على شويه طلاينه بقى. عندنا هنتكلم على سباليتي، وهنتكلم على
مانشيني، طبعا كل دول فري ايجنت وجاهزين وكان تم الحديث عنهم قبل كده. وهنتكلم على بالادينو. طبعا في كمان ايطالي ديزيربي، يعني دول في كده ايه حاجات تانية هنتكلم عليها في الاخر، ولكن دول برضو فاضيين. سباليتي تم ربطه باليوفنتوس ايام جونتولي، وتم اعاده ربطه باليوفنتوس بعد ما تدور النتائج مش ماشي قوي، ابتدى يرجع الصحافه تربطه باسم سباليتي لانه مدرب، كان مدرب المنتخب، فايز مع نابولي بالدوري وما الى شابه. هنتكلم كل حاجه راي كده سريعا في النهايه، ولكن سباليتي تم ربطه. مانشيني برضو من الاسامي اللي كان ممكن يمسك بدل تدور في البدايه، ومدرب فايز. طبعا عارف التعليقات اللي قالها على الكالتشوبولي، ولكن يعني تعليقاته هو قال ده كان في ساعه غضب، وهو اساسا اللي ما تعرفوش ان مانشيني مشجع لليوفنتوس من الصغر، ويعني الايدول بتاعه كان روبرتو باتيجا. ولكن يعني مانشيني من الاسامي المطروحه ايضا، وهو حتى لسه كان ليه حديث صحفي قال ان هو وحشه انه يرجع للتدريب حتى لو 6-7 شهور بس فاضي، ولكن هو وحشه التدريب. عندنا بالادينو برضو اسم من الاسامي اللي كانت واعده جدا، وكانت تجربته مع فيورنتينا كنت بنظر اليها يعني بحرص شديد، لان انا كنت متخيل ان بالادينو هيعمل مواسم جيده. انا شايف كموسم اول فيورنتينا استعجلوا جدا، غيروه بيولي، النتائج حاليا مش ماشيه خالص مع بيولي. انا اعتقد لو كانوا استبقوا على بالادينو كانت الامور هتبقى احسن. بالادينو مدرب لسه صغير، ولكن مدرب واعد لنظر الكثيرين، ولكن هو اسم حاليا مطروح، اكس يوفنتينو. هنتكلم على كل مزايا والعيوب في النهايه، ولكن انا دلوقتي بعرض الاسماء ونبذه عن كل اسم. اسامي بقى دلوقتي هنتكلم عليها، يعني هي اسامي مطروحه. يعني انا بتكلم على ده الهوم ورك بتاعنا، لكن طبعا لسه هنتكلم في اللايف، ممكن تطرحوا لي اسامي تانية، ولكن اسامي كانت اتطرحت قبل كده. يعني اول حاجه ترزيتش من الاسامي دي، ترزيتش، المدرب السابق لدورتموند، مدرب الماني يعني فاضي حاليا، كان بيدرب دورتموند، عمل معاهم نتائج لا باس بها، ولكن تمت اقالته. ممكن يكون من الاسامي المطروحه، يعني دي كده ايه هنعمل شرطه. عندنا مدرب غير مطروح ولكن دايما بيتم ربطه في بعض الجماهير بتحلم بيه، ايطالي ايضا، ولكن دي زيربي. يعني انا برضو يعني انا بقول الحاجات اللي موجوده في الصحافه واللي ممكن تكون، وهنتكلم عليها. انا اقول رايي زي ما بقول في الاخر. فاضل اسمين. نمره 9 هيكون عندنا ماركو سيلفا. لو الناس تفتكر ده اسم من الاسامي اللي كانت مرشحه قبل تدور ما يمسك ايام جونتولي، ان كانوا بيتكلموا على ماركو سيلفا ده ممكن يكون بديل لتياجو موتا، وناس اتحمست له جدا. هو اسم مطروح جايز يتم طرحه من جديد، ولكن يعني انا ده يعني مش متابعه قوي، يعني هنقول الكلام. وفي عندنا ديشان، يعني ديشان بس بيكتبوا ديشامب يعني عشان بس بالفرنسي اسمه ديشان. فهنتكلم على هذه الاسامي واحد واحد. يعني طبعا ديشان في حال ان زيدان مسك وديشان ساب المنتخب الفرنسي. جبت القلم الاحمر علشان هنعلم بعض الاشياء. انا هنحكم على اكتر من عامل السن، عامل الخبره، عامل الراتب، عامل الطلبات، عامل انه مدرب فايز ولا لا، وده عامل مهم جدا جدا بالنسبه لي من اجل الحكم، عامل الاتاحه، يعني الموضوع لوجيك ولا لا. يعني زي ما قلنا زيدان هو نفسه خلاص، دلوقتي بنتكلم على زيدان ان هو يعني مستني تدريب المنتخب الفرنسي، فاذا ديشان مكمل زيدان ممكن يكون متاح، لكن اذا كان زيدان هيدرب المنتخب الفرنسي فديشان ممكن يكون متاح. فنيجي نتكلم حاجه. انا بالنسبه لي تياجو موتا سنا طبعا جيد، فنيا جيد وكل حاجه، ولكن تجربه سابقه احنا دخلنا في الدايلما دي. الاداره اظن مش بالهشاشه بقى، او يعني الله اعلم ممكن تفاجئنا ترجعه ولا حاجه، ولكن تياجو موتا اعتقد غير متاح وغير مطروح في الوقت الحالي. يعني هتكون حركه غريبه جدا، وهتكون احد مفاجات كره القدم. اي نعم احنا يعني تعودنا على مفاجات كره القدم، ولكن هو اسم انا شايف حاليا غير مطروح، لان يعني مش هتقيله وتلف وارجع تاني، كنت خليته فهيكون غباء رجوعه. فاعتقد تياجو موتا اسم غير مطروح. هنتكلم على زيدان نفسه، يعني هعمل كده غلط ولكن جنبيه علامه استفهام وتعجب، لان زيدان زي ما بقول مرتبط بكتير بديشان او مع المنتخب الفرنسي. فهل لو ديشان تم تاكيده مع المنتخب الفرنسي وكمل، لان احنا بقالنا سنين قاعدين نسمع ديشان هيسيبه وزيدان هيمسك، ديشان هيسيبه وزيدان هيمسك، وحتى الان
لا ديشام ساب ولا زيدان مسك. فهل هنكمل في نفس الحوار ده وساعتها زيدان فقط ممكن يكون متاح، وخصوصا بعد حديثه الاخير، ولا لا زيدان خلاص يعني زي ما نقول مقدر له المنتخب الفرنسي وساعتها ممكن يكون ديشان هو المتاح؟ فيعني هنتكلم دول مرتبطين ببعض. طبعا ديشان مدرب فايز، ولكن على المنتخب مع المنتخبات على مستوى المنتخبات كان ليه تجربه سابقه لينا معانا في السيريا بي، هو كان مدربنا في السيريا بي اكس يوفنتينو، يعني مدرب الى حد ما ناس له ما له عليه ما عليه، مش اقوى مدرب ولكن اكيد خبره برضه لا يستهان بها. فاحد الامور المطروحه، فانا اعتقد ديشان ممكن يكون مطروح هو وزيدان، يعني احدهما مطروحين. راتب ممكن يكون، طبعا زيدان هيكون راتب عالي، ولكن برضه الرواتب في يعني المدربين مش هتكون بنفس الفظاعه، وخاصه لما بيكونوا اكس يوفنتينو ممكن يتم التضحيه باسم زيدان، ولا ديشان يتم دفع مبالغ. فده كده زيدان وديشان. هنيجي نتكلم على تشافي. تشافي بصراحه من الاسامي المطروحه جدا، وتم طرحها قبل كده قبل برضه تدور، تم طرحها بقوه ان دي تشافي ممكن يكون مرشح لقياده اليوفنتوس. كان اسم غريب طرحه، ولكن حق ربنا هو اسم قوي، احد يعني عنده خبره ليست بالقويه ولكن برضه مش بالقليله. البدايه مع السد القطري، ثم بعد ذلك برشلونه فجاه عمل بعض المواسم الجيده، فاز معاهم ببعض البطولات، ولكن برضه بيلعب كرة حلوة جدا، طريقة لعبه حلوة جدا، ولكن يعني في بعض التحفظات، بعض المشاكل في الدفاعية في إلى حد ما. أنا بصراحة تشافي مش عايز برضه بخسه حقه، ناس كتير خسفة بيه الأرض. أنا بصراحة ربنا تشافي يعني الناس مش مثلا برشلونة كان واقع وهانزي فليك طلعه في السماء، لا أنا شايف إن تشافي برضه كان عامل مواسم جيدة. رافينيا ولامين يامال وليفاندوفسكي كانوا شغالين، الله ينور معاه. أنا شايف إلى حد كبير تشافي يعني برضو مش عايزين نبخسه حقه، مدرب جيد جدا، احد الخيارات المطروحه. ممكن يكون ليه طلبات، ممكن يكون راتبه عالي. المدربين الاسبان ماشيين في الدوري الايطالي بشكل جيد. عندنا مدرب طبعا فابريجاس ماشي كويس جدا، مدرب بارما الجديد لسه اي بي سي في الدوري الايطالي كان مش لاقي خطواته، ولكن بيلعب كره جيده الى حد ما. فتشافي يعني انا شايفه من الخيارات المتاحه. طبعا كاريزما، بنتكلم على واحد فايز بشكل قوي. يعني انا تشافي شايفه من الحاجات اللي لازم نرشحه بقوه ان هو يفاينل معانا، وهنبقى نتكلم معاه في اللايف. سباليتي انا ما بحبوش، يعني انا عارف ان في ناس بتحبه جدا وكل حاجه، ولكن انا سباليتي بالنسبه لي لا، شخصيه ليست بافضل الاحوال، مدرب ممكن يعني شخصيه مسمومه شويه، ممكن يعمل شويه مشاكل مع اللاعبين. مع ايطاليا لم يستغل المنتخب بشكل امثل. يعني احنا شايفين دلوقتي ايطاليا مع جاتوزو يمكن فيها روح اكتر من سباليتي بكتير. فايز، ولكن مش المدرب الفايز معروف عنه الفوز. درب يعني سنين طويله، ومنهم انتر ومنهم روما، ولم يفز. هو ما فاز غير مع نابولي، وكان نابولي فارق عن الجميع. مش شايف ان هي يعني كانت شطاره قوي منه، ولكن يعني هو من الخيارات المطروحه، ولكن غير مفضل بالنسبه لي. مانشيني انا بالنسبه لي شايف ان هو من الخيارات المتاحه. في ناس مش ناسياله التصريحات بتاعه الكالتشوبولي زي ما قلت، دي كانت يعني تصريحات في ساعه غضبه، مش للدرجه يعني في انا شايف انها تزويده شويه، لكن هو اساسا هو يوفنتينو. وفي نفس الوقت انا بنتكلم على مدرب فايز، بنتكلم على خبره كبيره، بنتكلم على مدرب حتى على المستوى المحلي وعلى المستوى الاوروبي، يعني سواء منتخبات او انديه، راجل فايز. فانا مانشيني له خبره في دوريات كتيره، انا شايفه انه سي في محترم جدا، وراتب مش هيكون عالي قوي اعتقد. ابدا استعداده قبل تدور، ولكن كان عايز ضمانه ان هو يقعد السنه ونص اللي قعدها تدور دلوقتي. فانا بالنسبه لي شايف مانشيني بالنسبه لي خيار من الخيارات المحببه الى حد ما. انا احطها برضو في التصفيات مع تشافي، وهنبقى نتكلم. بالادينو مدرب بالنسبه لي برضو واعد جدا، خبره قليله جدا، مدرب غير فايز، اكس يوفنتينو، لسه بدري عليه ان هو يدرب فريق بحجم اليوفنتوس، ولكن ممكن نزقه كده ضمن الخيارات قليله التكلفه. في نفس الوقت زي ما بقول اكس يوفنتينو كورته الى حد ما جيده، ولكن انا شايف ان هو اقل طبعا من مستوى اليوفنتوس. يعني احنا هنخش في نفس الدايره بتاعه تدور،
وتياجو موتا، ولكن برضو بلادينو لسه بالسلفان. يعني تياجو موتا اثبت نفسه مع الانديه الاقل من اليوفنتوس بكتير، تودور لم يثبت نفسه مع اي حد خالص حتى لاتسيو. بلادينو لسه، يعني بلادينو اول تجربه قويه كانت فيورنتينا، وبالتجربه طلع ان هو الواد كان عنده حق، عرف جامع بلادينو الواد كان عنده حق، لان بلادينو كان يعني فيورنتينا انا شايف ان هو كان احسن مع بلادينو اكتر من بيولي، وانا شايف انها غلطه كبيره من فيورنتينا تخليهم على بلادينو. فاسم مطروح يعني عن باستحياء. تيرزيتش ده انا بصراحه مش جاي معايا، مدرب مش شايفه كاريزما قوي. دورتموند ماشي، هو وصل معاه يمكن نهائي تشامبيونز ولا نهائي اي حاجه، ولكن برضه مش يعني لا يعلم بيئه اليوفنتوس. يمكن الراجل ده كان ليه تصريح ان هو الايدل بتاعه برضه ديل بييرو والكلام ده، فهو محبب الى قلوبنا، ولكن انا ده مش مطروح، مش دارسه قوي بصراحه، لا احبذه. دي زيربي ماشي، دي زيربي ممكن، بس انا برضه لا احبذه. يعني الكره الجميله والكره الممتعه وي ولكن حتى الان ما عملش حاجه. يعني هو اقرب الى، يعني هو ميكس كده بين تودور وتياجو موتا، يعني مش مدرب فايز، مش مستنيه. وزيه زي ماركو سيلفا ده انا برضو ما اعرفوش، فانا ده مطلعه من الحسابات، ولكن دي هتبقى حاجات مطروحه في الصحافه. فاذا بصينا على الخلاصه، انت عندنا خيارين قليل التكلفه اللي هم مانشيني وبالادينو الى حد ما، وخيارين اقوياء زيدان وتشافي. منهم واحد ممكن يطير، ولكن ساعتها يتم استبداله بديشان. طبعا فرق كبير قوي بين زيدان وديشان من ناحيه الفوز، ولكن من ناحيه يعني من ناحيه حاجات والكاريزما وكل حاجه. فانا بالنسبه لي شايف ان اقوى اتنين هم هيكونوا تشافي وهيكون مانشيني، او بالايطالي او بالانجليزي، يعني بالحروف الانجليزيه. وممكن بالادينو ممكن نحطه كده كخيار اخير. ولكن اعتقد اذا في ان احنا نروح ده تصفيات بقى بعد يعني الهوم ورك اللي عملته، وهنبقى ندردش مع بعض باذن الله في اللايف القادم. انا شايف ان تشافي اسم يعني مبشر جدا، ممكن نبني معاه. الله اعلم، اي نعم مش اكس يوفنتينو، لا يعلم بيئه اليوفنتوس. الناس اللي بتتكلم على جنسيته جنسيه جديده، عشان في ناس بتحب تشجع او بتتحمس بالجنسيات، فتغيير عن الايطاليين، ولو ان الكرواتي اللي شغال دلوقتي مش شغال قوي. ولكن مدرب يعني فايز برضه، يعني مش قوي قوي في الفوز، ولكن مدرب فايز. وان انت تفوز وطبعا بتلعب مع ريال مدريد، ويعني لا يعني احتكاك قوي. فانا بالنسبه لي تشافي بصراحه اسم، يعني اذا في محاوله يبقى يا ريت يكون في محاوله عليه. بعديها مانشيني مدرب خبره فايز، هو يوفنتينو حتى لو ليه بعض التصريحات ولكن بعض الجماهير مش هتكون حباه بشكل قوي، ولكن برضه مدرب. وطبعا يعني برضه في اواخر بيشطب الى حد ما، الراجل برضه يعني مش في عزه وسنه مش صغير. يعني برضه تشافي لسه سنه صغير، عنده الحماسه بتاعت الشباب، وعنده لسه المستقبل قدامه جعان زي ما بنقول للفوز. ولكن مانشيني سن كبير، ولكن يعني خبره الى حد ما، فايز في كل مراح. بالادينو برضه مدرب بقى، ده الخيار اللو بروفايل اللي هو بقى يعني هو داخل بحماس الشباب بس. وخصوصا ان السكواد اللي عندك مفيش النجوم بقى اللي انت محتاج حد خبره يسوس هؤلاء النجوم. يعني الامور كلها على قد الايد، فممكن بالادينو، ولكن بالادينو اقلهم. فانا بالنسبه لي انا بشوف ان تشافي مانشيني يمكن اقوى خيارين، وبعديهم بالادينو، ده ان كان في نيه لتغيير تدور. يعني برضو للتوضيح وتاني بقولها، احنا مش بنتكلم ان تدور ماشي بكره، عشان يعني احنا بس مجرد دردشه في اللايف، بنقول ان كيس احنا داخلين دلوقتي على معمعة كومو ريال مدريد لاتسيو مش عارف ايه. يعني لا قدر الله المطبات الكتيره دي ادت الى عرقله، والعرقله دي ادت الى تفكير الاداره في التغيير الفوري. فمن وجهه نظري دي الاسامي المطروحه، ودي الاسامي المحببه بالنسبه لي من وجهه نظري. قولوا لي رايكم في التعليقات، مين من دول احسن حاجه بالنسبه لكم، او لو في اسامي تانية. وبرضه اعملوا انتوا الواجب بتاعكم لغايه ما نتكلم ان شاء الله خميس او جمعه في الغالب. ممكن نعمل لايف قبل يعني الجوله، بعد التوقف الدولي الثاني، بعد ما خلاص يكون التوقف خلص نطلع ندردش في اللايف على هذه الحلقه، وعلى بقى تمهيدا للجوله القادمه في الدوري الايطالي، وربنا يسترها
على اليوفنتوس، وتبقى المهم يكون موسم جميل لكل عشاق الكالتشيو. اتمنى تكون حلقه جميله وممتعه، ويا رب تكون بعد المونتاج سريعه للجميع. واللي اول مره يشوف القناه دي، مش قناه بس عن الكالتشيو او اليوفنتوس او الكوره، لا، فيها كلام طبي وكلام عام. بصوا على قائم، لسه منزل حلقه طبيه زي ما برضو قلت في هذا التوقف، فبصوا على القوائم. يا رب تكون قناه ممتعه ومفيده للجميع، ولو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. ربنا يدينا العمر والصحه ونتقابل على خير، سواء في اللايف الجاي او الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.